السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أنا واحد من الناس اللي رفعوا البارح شعار ارحل على اللاعب حكيم زياش. الشيء اللي داروا البارح هو والنصيري غير مقبول، وخاصة هو لما بغى يبدلوا المدرب الركراكي يخرج مفرعان وكيهز في يديه وما عجبوش الحال وبواحد الطريقة ماشي هذيك، وكيعرف بأن الكاميرات كيصوروا والجمهور كيتفرج، يعني بغى يتأكد من الرسالة، بغى يصيفط. هاد الحركة اللي دارها ذكرتني بميدو، اللاعب المصري ميدو في مقابلة مصيرية للفريق المصري، والمدرب شحاتة اللي عطى الكثير للكرة المصرية وخرجوا مفرعن نفس الحركات اللي كيديرها الزياش دارها هو، ومباشرة موراها اللاعب اللي دخلوا رومبلاسون هو اللي سجل الهدف. ونفس الشيء البارح اللي وقع، الركراكي قرر انه يخرج الزياش ويخرج النصيري. بعد ما خرجوا واحد الاوتوماتيزم، واحد الحركه طرات في تحرك الفريق الوطني وجا الهدف. اذا كيقول لك كل من شئت واكتسب ادبا. اش غتكون كاع انت في ملك الله؟ شكون اللي عنده اختصاص باش يبدل اللاعب؟ راه المدرب الفريق الوطني، المدرب. اللاعب ينصاع لاوامر المدرب، ما عجبوش الحال كيخرج بادب، وكاين فين يمكن يتكلم مع المدرب داك الشيء. هذا كيظهر بانه كاين شي حاجه ماشي هذيك في الفريق الوطني. والصدفه اللي جمعت اللاعبين بجوج، حكيم زياش ويوسف النصيري، انه بعد ناخذوا زياش كان همشو وحيد، وكان حتى الجمهور ما كانش مرتاح لزياش الاداء ديالو، خاصه فاش ضيع ضربه الجزاء الشهيره. ولكن الركراكي هو اللي رد ليه الاعتبار، جابو رد ليه الاعتبار وكبر به، بالعكس عطاه اكثر من حجمه. ونفس الشيء دار يوسف النصيري. يوسف النصيري ما كانش الاداء ديالو مزيان قبل المونديال، ولكن وليد الركراكي هو اللي جابو وحفزه ورد ليه الاعتبار، وفعلا يوسف النصيري ادى اداء جيد في المونديال وما كنساوش الهدف ضد البرتغال. اليوم ظهروا لاعبين جداد، وخاصه الكعبي وسفيان رحيمي ولاعبين اخرين اللي بقاو يهددوا مواقع ديال لاعبين اخرين، ومنهم زياش اللي ظهر على انه بدا كيتضايق بوجود ابراهيم دياز. هادشي راه عادي، سيرة الحياة هو هذا، والفريق الوطني هو هذا، يتسع للجميع، البقاء للاصلح. اذا اشنو هو الميساج اللي بغا يوجهه النادي بجوج؟ وفاش خرجوا بداو كيتفرعنوا، خرج النصيري ضرب القرعه ما تشتت الهلمه ديالها، الاخر خرج وقال بقى كيعسوا لي وكيضرب في الاخر. اما اشنو هو؟ علاش ما تخرجوش؟ والنتيجه ظهرت مباشره بالخروج ديالكم على انه واحد الحياه بانت في الجهه اليمنى، وتحرك اللي كان ممتاز، وتنقل الكره من واحد بواحد الطريقه، واحد اختراق هائل اللي كان كينقص الفريق الوطني، وتسجيل هدف جميل جدا لافراح المغاربه كاملين. اذا بالنسبه لي انا كنشوف على انه الركراكي دسر لعبه بشكل كبير وخصو يعيد النظر. اليوم بدايه التصحيح، وبغيتهاش تكون بدايه نهايه الركراكي. فكنشوفوا على انه الركراكي، وهذه مناسبه نذكروها، على انه دسر اللعابه بزاف، وفعلا انه مزيان انه يكون قريب لهم ويكون يتعامل معهم بواحد الطريقه مزيانه، ولكن عاوتاني ما يهبطش لهذاك المستوى. بعض المرات كيهبط راسو لواحد المستوى وكيضحك معاهم واحد الضحك ماشي هو هذاك، وكيتفلى معاهم واحد التفليه ماشي هذيك، وكيدير معاهم دي جيست ماشي هما هذوك، ما خصو يسمع راسو. بدايه التصحيح اليوم. وبالنسبه لي انا كنقول على انه زياش ويوسف النصيري يجمع حوايجهم ويخرجوا من راسو وما يتمش المنادى ديالهم. وحتى الا شاف الركراكي باش يحافظ على مستوى على الملابس والهدوء ولا الجو الاخر، يخليهم ما كاين مشكل بواحد الطريقه انه ما يبين لهمش شي اهتمام وما يلعبهمش في الماتش الجاي، ولكن على انه ما يبقاش يعيط لهم نهائيا باش الامور تضبط، ويضبط الامور ويضبط اللاعبين، لانه ما كاين حتى شي واحد اللي كيقول بانه انا او لا احد، صافي غير من هما ما كاين شيء. سينو راه غادي
نوصلوا شي امورات اللي كنا كنعيشوها في واحد المراحل اللي حنا تهنينا منها، ولكن بدات كترجع. وبداو بعض الناس كيحسوا براسهم سخان، وانهم ماشي هما هذوك، ولا ما اللي ما عيطليش ما يعجبوش الحال. الفريق الوطني اللي جا ولبسو خصو يموت على الفريق الوطني ويموت على التونس، وخصو يسمع للمدرب، والمدرب هنا خصو يتحمل المسؤوليه. فاذا انا من الناس اللي كيرفعوا شعار ارحل على زياش وكذلك يوسف النصيري. بالاضافه لهذا الشيء نذكركم بداك الشيء اللي داروا بوفال، تعقلوا في المونديال في المقابله ديال المغرب وبلجيكا، فاش خرجوا الركراكي خرج كيزعف وكينفض وكيضرب البطو برجليه مباشره. سبحان الله، سجل الهدف ديال المغرب عن طريق اللاعب الصابري، وعاد رجع بقى تا بوفال كيرجع يفتح توا يفرح معاهم. هذه نفس الشيء سبحان الله. شحال من حاله فاش كيخرجوا هاد كيحسب راسهم كبار وكيتفرعنوا وكيبقاو ما راضيينش، موراها هذاك لو كومبلاسون ولا موراها هذاك دقيقه 2 دقائق 5 دقائق كيتسجل الهدف، كيوقع التغيير. ولكن المشكل الكبير هادشي كله هو كيفاش غادي يدير الركراكي، غادي يعالج هذه المساله. فهم طرحوا عليه السؤال في الندوه الصحفيه، طبعا الصحفي ما فوتش هذا الامر، ولكن جاوب واحد الجواب كارثي. ما قالش ودي فعلا هذا الشيء راني لاحظته وانا غادي نعرف كيفاش غادي نعالجو وخلى الموضوع هكا فاك واسع. لا، قال لي يعني سي نورمال، يعني مزيان انه ينفعل بحال هكاك، خصو ينفعل، يعني المساله نورمال خصو ينفعل، يعني راه نفاعل راه كان فعلا كان باغي يلعب مزيان وكان باغي يدير. بمعنى السي الركراكي هذوك اللي خرجتهم ما نفعلوش، هذوك هما اللي فيهم الغلط. يعني كيفاش غادي نفهموا هاد المقاربه ديالك؟ يعني هذا كنشوفو صراحه بينت واحد خوف، واحد الجبن، يعني جبن يعني ما اخشى ما اخشى انه ما تفرضش الشخصيه ديالك عليهم. وهنا بيت القصيد. الان الفريق الوطني تحت القياده ديال وليد الركراكي كيعيش مرحله حاسمه، تيرنين بوينت، يعني مساله نقطه تحول. يا اما غادي يمشي في المسار الصحيح، ولا غتكون بدايه ديال النهايه ديال وليد الركراكي. اما بالنسبه للمنتخب الوطني غادي بيه ولا بلا بيه، وبهم ولا بهم. اذا هنا لابد ما وليد الركراكي يعالج هذه المساله بسرعه وبصرامه، وكذلك حتى الجامعه الملكيه لكره القدم. عندنا ثقه كبيره في سفوزي القجع على انه الصرامه هي اللي غادي تكون سيده الموقف هذه الامور، والا غادي نعيشوا كوارث مع لاعبين اخرين في وسط المنتخب المغربي اللي هو فوق كل اعتبار.